تخيل انك تصحى من النوم على صوت حريق بيولع في بيتك، فتخرج بسرعة انت ومراتك واطفالك الصغيرين، لكن فجأة تكتشف ان نص عيلتك اختفى، ولحد النهاردة بعد اكتر من 80 سنة محدش عارف هم راحوا فين. دي مش قصة خيالية، دي قصة حقيقية وحصلت لعيلة سودر. حصلت سنة 1945 في ليلة الكريسماس. جورج سودر ومراته جيني كان عندهم 9 عيال. في ليلة الكريسماس البيت كله ولع بالنار. جورج قدر يطلع هو ومراته وأربعة من العيال، لكن 5 أطفال تانيين اختفوا وسط الحريق. المطافي جات بس للأسف وصلوا متأخر جدا. الغريب إن هم بعد ما طفوا الحريقة فتشوا البيت ما لقوش أي حاجة تخص الأطفال، ولا جثث ولا عظم ولا دم ولا أي حاجة خالص. واللي حصل ده خلى الأهل يتجننوا ويحسوا إن في حاجة مش طبيعية حصلت، وبدأت نظريات غريبة تظهر إن الأطفال اتخطفوا والحريقة كانت معمولة عشان تداري على الجريمة. الأغرب من كده إن الأم بعد كام سنة جالها جواب من البريد. الظرف كان فيه صورة لولد كبير، وكان مكتوب مع الصورة رسالة غريبة جدا، وكان محتوى الرسالة إن صورة الولد ده واحد من الأطفال اللي اختفوا زمان. لكن لما حاولوا يتبعوا مصدر الرسالة وصلوا لطريق مسدود وما قدروش يوصلوا لأي حاجة. التحقيقات الرسمية أثبتت إن الأطفال ماتت في الحريق، لكن أهل الأطفال وأهل المدينة كانوا حاسين بل متأكدين إن في حاجة غريبة حصلت، بس للأسف كل الطرق مسدودة قدامهم. فهل أنت من اعتقادك وتحليلك إيه اللي ممكن يكون حصل للأطفال؟ لو أنت تعرف ممكن تقولي تحت في الكومنتات، ولو أنت عندك أي قصة فيها أي غموض أو رعب حصلت معاك ممكن تبعتلي على الإنستا وأطلع أحكيها في فيديو. بس كده، وآخرا أنا أحمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم.